واهلا بيكم في فيلم حوار مليان اكشن ودمار، فيلم مليان اثاره وتشويق وحماس يا زميل، فيلم جديد لسنه 25. دعمك هيشجعني ان استمر واكون معاكم اول باول. دوس ريدي واستمتع معانا بفيلمنا الجديد. يبدأ الفيلم برئيس الوزراء ساتيا بيفضل يحلم بكوابيس وما بيعرفش ينام، بيقرر يظبط نومته ولكن بيحلم بكابوس من جديد، بيحلم بواحده ست وابنها مالهمش ملامح اصلا. الراجل بيترعب وبيفقد الوعي، فورا بينقلوا على المستشفى وهم في طريقهم الراجل ده بيقول له ما تخافش وخليك شجاع وهتكون بخير، لكن من حظه الكوبري بيقع وبيحصل حوادث كتيره والدنيا متدربكه على الاخر، ولكن رجاله الوزير بيشيلوه وبعدها بنشوفه وصل للمستشفى ولكن للاسف بيودع الحياه. والغريبه ان رجالته بيفرحوا، والغريبه اكتر ان ده بيكون ابنه بيقول لبقيه الرجاله انا بعرفكم من دلوقتي انا رئيس الوزراء القادم، لكن الاخ الاكبر بيقول له انا عندي حاجات كتيره هقدمها علشان كده انا هكون رئيس الوزراء القادم. المهم بيفضلوا يتكلموا كلمه من هنا على كلمه من هنا، وساعتها الواد خلاص بيظبط الدنيا، في وسط ما هو بيتكلم ابوهم بيرجع له النفس من جديد، ولاد الفقريه بيتصدموا وابن الهرمه ده باين عليه انه زعلان قوي وبيقول لابوه لو مت يا ريس محدش هيعرف يعمل زيك. التاني بيغير كلامه وهيموت من الغضب. بعد كده بنشوف الوزير بيكلم صبها المساعد بتاعه وبيقول له الذنوب اللي عملناها جايه علينا، لازم نصلح كل خطأ عملناه. بعد كده بنشوف القطر ده واللي بيكون ماشي طبيعي، فجأة بنشوف عصابه بيهجموا عليه وبيحاولوا يوقفوه، وواحد منهم بينط على القطر والتاني بيثبت سواق القطر، بينجحوا انهم يوقفوا القطر وبيقتحموا القطر بالكامل. ساعتها بنشوف الواد ده واللي بيكون هو من العصابه واللي بيقول لاصحابه احنا 5 رجاله ومش هيعرف يهرب بالسهوله دي. التاني بيقول له 5 رجاله مش كافي، انا قلت لك خد 10. بيقول له يا باشا ما تقلقش هنجيبه دلوقتي. تاني بيقول له ده ظابط ومش هتقدروا عليه، ومره واحده واحد من رجالته بيطير التاني بيحصله وبيطلع الوحش الجبار اللي لا بينام لا ليل ولا نهار وهو حرام. ينزل من القطر وبيقول لهم انتوا وقفتوا القطر وصحتوني، كل ده علشان تضربوني، لازم تفكروا كويس. بيقول لهم لحظه واحده، بيشاور للقطر وبيخليه يتحرك. بعدها بنشوف الراجل ده من العصابه واللي بنكتشف ان دول عصابه وشغلهم مش تمام، فورا رام اتحرك عليهم وعلمهم الادب وكمان هان شعبان وحرق كل البضاعه بتاعتهم. بنرجع تاني وشعبان باين عليه الجنان، رام بيقول له شفت رئيسك بهاي وبعتك انت علشان مش عايز يشغل دماغه. شعبان بيقول له هخطفك حي وهوديك لبهاي. بيتحركوا علشان ياخدوه ولكن الوحش العنتيل في الضرب تقيل، يجيب اول واحد على الارض وبيطيره على القطر. شعبان بيخش عليه هيجان لكن رام بيكون تعبان وبيجيبه على الارض. عدد العصابه تقيل انما رام وحش عنتيل واي حد منهم بيقرب عليه يريحه مكانه. عددهم كبير انما صاحبنا في الصد والضرب عنتيل، بيفرد جناحاته وبيطير بقدراته، بالرجل بيناول والحزين ده بيحاول انما صاحبنا بيسيطر عليه وبيشاور لشعبان، انما شعبان بيطلع يجري ولكن سبحان الله يجي في ايد رام. رام بيقول له ايه يا عم السلاسل دي كلها؟ شعبان بيقول له انا مشهور على اليوتيوب، ولكن رام على القرعه بيديله. بعد كده بنشوف بهاي واللي مره واحده واحد من رجالته بيكلمه، ولكن بهاي بيتصدم لما بيشوف رام مكتف كل رجالته ورابطهم على طريق القطر وبيقول له ساعتين زمن والقطر هيجي والافضل ان انت تيجي قبل القطر. بهاي بيقول له هتعمل ايه يعني لو ما جيتش؟ بيقول له رجالتك هيروحوا يا زميل. وفعلا خلال ساعتين بهاي بطيارته بيحضر الحزين يجري فورا على رام وبيقول له معلش يا ريس سيبهم في حالهم واحنا اسفين. بيقول له ما يصحش كده، دخل له القطر يفوتني. بيقول له خلاص يا عم طيارتي موجوده اهي. يروح يركب الطياره وبيتحرك الجامد. القطر بيكون جاي وبيكون خلاص هيموت الرجاله، ولكن العنتيل رام حركه رايقه منه بيفك الرجاله وبيمشي من المكان. بعد كده بنشوف حفله وفجاه الطياره دي بتحضر في المكان، الناس كلهم بيفرحوا بحضور الفنان رام. بينزل يرقص شويه وبعدها بيروح يسلم على عيلته. ابوه بيكون فرحان بيه وبيقول له ابننا بقى محافظ حتتنا انا فخور بيك جدا، وامه بتقول له عايزين نشوفك عريس بقى يا ابني، لكن هو ما بيرضاش وبيقول لها انت عارفه انا مش موافق ليه، انا مش مهتم وجوز اخويا اولى، وبعد اذنك مش تكلميني في الحوار ده تاني. بعد كده بنشوف رئيس الوزراء اللي بيكون عامل اجتماع مهم وبيقول للكل باقي سنه واحده للحكم بتاعي، لازم نعمل حاجه التاريخ يفضل يتكلم عنها، ومن دلوقتي مفيش ظلم تاني، من دلوقتي مفيش رشاوي، لازم الكل يكون واحد، لازم نكسب السلطه في حل مشاكل الناس علشان يعيشوا عيشه كويسه. ابنه الكبير بيقول له انت ايه اللي حصل لك يا عم؟ احنا شغالين تمام وسمعتك حلوه كمان. الكل بيضحك على كلام رئيس الوزراء ولكن هو بيقول لابنه مش انت المسؤول على عقد الكوبري اللي وقع وانا رايح المستشفى؟ لو ما كنتش لحقتوني كان زماني مش موجود دلوقتي، انتوا الكل متدلعين من فلوس الشعب، لازم كل حاجه تتغير. ابنه التاني بيقول له لو عملنا كده فمحدش هيثق فينا علشان هيلاقونا فجاه ومره واحده بقينا عادلين. شعورك واحساسك لما الشعب كله يعرف
واننا ما كناش تمام، بالعكس هيكون علينا هجوم كبير. ساعتها الوزير بيقول لهم زي ما انبسطنا في يوم من الايام لازم ندفع الثمن كمان، جالنا الفرصه علشان ننظف نفسنا من الظلم واكل حقوق الناس. ساعتها ابنه بيقول له كله علشان سمعتك بس. طب و24 وزير و115 نائب ومئات الاشخاص من الحزب ايه موقفهم دلوقتي؟ الوزير بيقول له الشعب هو السبب في كل ده، والشعب اهم من اي حاجه تانية. كلمته بتكون سيف، وبيقول لهم اي غلط مش هيعدي بسهوله وهيكون كفيل انه يدمر حياه اي شخص يعمل غلط. وبيمشي من المكان. في الوقت ده بنشوف رام واللي بيروح علشان يستلم شغله الجديد، الكل بيكون فرحان بيه. وساعتها الشخص ده بيقول له انا اسمي ساتيام، وبيعرف رام كمان ان هو هيكون المساعد بتاعه. ساعتها رام بيؤمر ساتيام وبيقول له يعرف الجميع يحضر للمكان علشان رام عامل اجتماع مهم. فعلا ده بيحصل، وبيقول لهم كلهم ايه هي المشاكل اللي بتحصل في المنطقه بتاعتنا، عايز كل المشاكل اللي بتحصل تعرفوني بيها علشان من دلوقتي الكل هيمشي مستقيم. بعد كده بنشوف وزير الماليه وهو ابن رئيس الوزراء يا زميل. المهم بيروح للمساعد بتاعه وبيقول له وقف التعدين. الواد بيؤمر كل الرجاله يوقفوا شغله وبيمشوا من المكان. ابن رئيس الوزراء بيقول لدراعه اليمين محدش يعرف ابويا بالتعدين ده علشان لو عرف هيبوظ كل حاجه. الراجل عايز يدي الحقوق للناس، لازم امسك المنصب في اسرع وقت. كان هيموت بس علشان انا فقري ما ماتش، بس مش هفضل تحت طاعه واحد الناس بيعايروني بيه وبيقولوا لي ده بتبنيك. وفي وسط ما هما بيتكلموا واحد بيجي على المساعد بتاع الوزير وبيقول له المحافظ عاوزك. بعد كده بنشوف الوحش بتاعنا رام واللي عامل اجتماع دمار. بيقول لساتيام كله جه ولا ايه؟ ساتيام بيقول له ايوه يا ريس بس في 4 لسه ما جوش. بيقول له الاربعه دول حاولوا تجيبوهم من تحت الارض وقبضوا عليهم. كل الحضور بيتصدموا لانهم هيشوفوا تغيير تام، انما رام بيقول من دلوقتي الظلم هيقف، لازم الكل يشتغل بضمير. تخيلوا كده ان الفيل بياكل 100 لقمه لما بيكون جعان، مش هيكون في فرق كبير لما ياكل اقل من كده، واللي هيفيض منه النمل ياكله وبكده النمل هيعيش. والمقصد من الحوار ده كله ان طلبوا منكم يا كبار انكم تقللوا نصبكم على الشعب شويه، خدوا ارباحكم بتعبكم وخلوا الناس يعيشوا حياه سعيده. كل الحضور بيضحكوا وبيسخروا من كلام رام، لكن رام بيكون ردة فعله مختلفه وبيؤمر رجالته انهم يركبوهم اتوبيس. فعلا ده بيحصل، انما الواد ده بيقول له انت معتقد ان انت هتفضل تعمل فينا كده بمنصبك؟ لا يا اخينا اخرك يومين وبس. انما رام بيستفزه بيقول له هنشوف يا زميل. الواد بيكون عايز يرن على رئيسه، لكن ساتيام بيكون قام بالواجب وواخد تليفوناتهم كلهم. بيوصلوا للمصنع ورام بيبدا يفتش في المكان. صاحب المصنع بيوري له شويه رز على اساس انهم شغالين تمام. رام بيساله بيقول له كام فخ للفيران هنا؟ عندك مخزن كبير بالحجم ده ومليان اكياس رز، ازاي مش بتعمل فخ للفيران؟ عنتيل بيشد الشكاره دي وبيوقع شويه شكاير من الرز وبيعرف لعبته الخبيثه. بيقول لهم شغلكم كله مكشوف، وبيقول له لما الحكومه بتبعت 100 عربيه رز لكل التجار حضرتك بتستحوذ على 40 عربيه لوحدك وبتحتفظ بيهم في المخزن بتاعك، بتضيف عليهم مواد كيميائيه واللي بتتكلف روبيا للكيلو الواحد وبتبيعها على اساس ان هو رز نضيف ب 60 روبيا. فين ضميركم؟ انت بعملتك دي هتموت موته مؤلمه. الشرطه بيقبضوا عليه هو وكل رجالته. اما رام بيقول لي باقي المسؤولين مين هنا المسؤول على الامدادات المدنيه؟ الراجل ده بيطلع له ولكن بصباعه وبيطيره. ازاي؟ والله ما اعرف يا صاحبي. العنتيل بكل فخامه بيتحرك والرجاله وراه. بعد كده بننتقل لمسؤول تاني واللي ساعتها بيؤمر بعربيه مطافي. العربيه بتحاول تخش المكان انما مفيش يا زميل. ساعتها رام بيقول للمسؤول انت بنيت 10 ادوار، هتتعامل ازاي في حاله لو حصل حريق؟ انت مش عارف انك لازم توفر مساحه لعربيه المطافي ده بس علشان سلامه الناس. بيقول له حصل حريق من كام يوم وبسبب انك مش موفر مكان للمطافي مات 37 شخص، ما تقلقش ههدم كل حاجه يا زميل. عنتر ده بيعمل نفسه فهمان وبيقول له انت يا سياده المحافظ عندك السلطه انك تقفلهم انما مش تهدمهم. ايوه احنا بنعرف في الحقوق والقوانين. انما رام بيقول له انت تعرف قانون اداره الكوارث؟ اهو القانون ده عادي وممكن اهدم اي حاجه مخالفه وهتيجي على صحه الناس. انما رام كلمته بتكون سيف وبيؤمر المقاولين بهدم المكان. كان صاحب المكان بيقول له هتصل بالوزير، يكون هيتصل لكن ساتيام بيكون قام بالواجب واخد كل التليفونات ورام كلمته ما بتتغيرش. وعلى الرايق بيغير النضاره، هو لما بيبص بيكون المكان اتهدم بالكامل. وهم في الاتوبيس رام بيكون عايز يتحرك لمكان تاني، لكن ساتيام بيقول له خلاص يا ريس الكل هيتعلم بعد الحلقتين اللي انت عملتهم دول. كل المسؤولين بيفضلوا يقولوا له هنتغير وبيترجوه كمان. وساعتها اخيرا رام بيوافق وبيكون كده انجز مهمه من اللي في دماغه. بعدها بنشوف خطوبه ودي بتكون خطوبه اخو رام. بنشوفه قاعد مع اصحابه وصاحبه ده بيقول له انت رافض الزواج ليه يا معلم؟ كلهم بيتحايلوا عليه علشان يحكي لهم قصته من ناحيه الحب. بيقول لهم من 10 سنين بدات قصه حبي بسبب غضبي. بنرجع للزمن شويه وبنشوف عنتيل كله جنان. رام بيكون راكب الموتوسيكل بتاعه
وفجأة بيوصل للمكان ده، بيكسر الباب ده وبيضرب الواد ده كمان، وبيقول له بيع المخدرات في الجامعة مش تمام. بيكمل عليه ضرب، وساعتها الواد بيقول له انت عارف مين رئيسي؟ بيقول له انا عارف كل حاجة وان اللي مدوركم اصلا تبع السياسة. روح قول لرئيسك ان هفضل اهاجمك لحد ما تبطلوا القرف بتاعكوا ده. ورجل قوية منه بيطيره، والعنتيل الرايق بيسبب حرايق وبيضرب اي حد قدامه ومحدش قادر عليه لحد ما العيال بيجيبوا وراه وبيجروا على طول. بعدها بنشوفه واقف عند الجامعة وبيوقف الراجل ده وبيقول له انت الاستاذ بهتة؟ بيقول له ايوه. رام بيفضل يضرب فيه من غير سبب، وساعتها البت دي بتقول له بس يا مجنون، انما هو بيقول لها انت تبقي مين يا شاطرة؟ بتقول له اسكت يا عبيد ده ابويا. بيقول لها انت مش بتعلم ابوك الادب ليه؟ وبيفضل يكمل عليه. البت بتوقفه من جديد وبتقول له الاستاذ اللي انت قصدك عليه هو في قسم تاني. الواد بيتصدم، والبت بتقول له انت ضربت ابويا من غير ما تتاكد ان هو الشخص اللي انت بتدور عليه، انا هعلمك الادب كويس، اتصل بالشرطه يا ابويا. وفعلا بيتحبس يا زميل. بعدها بنشوف مجموعه من الطلاب واللي بيكلموا ديبيكا وبيقولوا لها ده رام ده واحد بيحب يساعد الناس واكيد مش يقصد. والبت دي بتقول لها هو بيعمل كده علشان كان في استاذ كان عايز يتحرش بيا بس هو قام بالواجب. واخيرا البت بتستجيب ورام بيطلع من جديد. بعدها بيروح يعتذر لابوها ولكن محدش معبره. رام بيقول له انت شبه عمرو دياب على فكره يا حاج. الراجل بيبص على نفسه في المرايه وبيتصدم اكتر من شكله. بعدها بنشوف ديبيكا من تاني في الجامعه وهي ماشيه بتشوف رام بيضرب الواد ده، ساعتها بتتعجب وبتغضب جدا. بعدها بنشوفها ماشيه معاه وبتقول له ضربت الاستاذ التاني ولا لسه؟ بيقول لها ايوه ضربته بس انا زعلت لما اذيتك انت ووالدك. وهنا بقى يا زميل بتبدا قصه الحب الحنين. رام بيقول لها انا هغير من نفسي علشانك، خلاص اعتبريني اتغيرت ومش هغضب تاني. ولكن وهم ماشيين الحزين ده بيعاكس ديبيكا، لكن رام بيتضايق عليه وبيعلمه الادب ولكن ديبيكا بتوقفه. المهم بيسلموه للشرطه لكن الشرطه مش عايزين يقبضوا عليه. الضابط بيقول للواد ده لو عملت كده التاني هضربك يا. وبعدها كل يوم بيقابلوا بعض وديبيكا بتحاول تبعد عنه المشاكل. وفي يوم من الايام كان ماشي بالموتوسيكل بتاعه وساعتها ضابط المرور ده بيوقفه وبيقول له انت ماشي بالسرعه الكبيره دي ليه يا؟ رام بيقول له يعني انت سبت كل الناس وجيت عليا. يكون هيضربه انما بيفتكر وعد ديبيكا وبيفضل يعمل حركات عبيطه وبيرقص كمان، وده كله علشان يسيطر على غضبه. تاني يوم بيكونوا ماشيين مع بعض وساعتها الواد ده بيروح له بيقول له انت ضربتني من يومين، حاول كده تضربني تاني. انما هو بيقول له الضرب غلط يا اخويا واحنا اخوات. الواد بيستغرب من ردة فعله وساعتها ديبيكا ورام بيمشوا من جديد، لكن الواد بيفضل يستفز فيه. رام بيكون غضبان انما خلاص بيقدر يسيطر على غضبه وما بيرضاش يعمل مشاكل علشان حبيبته ديبيكا. البت بتكون فرحانه بيه وبتمشي تروح، وبعدها هو مش بيسيب حقه بيروح على الواد من تاني ومش بيسيب حقه وبيفضل يجري وراه وبالكره بيديله ومش بيسيبه نهائي. ولكن بتحضر في المكان العصفوره ديبيكا. بعدها بنشوفهم واقفين وبتقول له الغضب مش مبرر، خلي الغضب في الوقت المظبوط، ولو في يوم من الايام بقيت ظابط احتمال تموت الناس بسبب غضبك. ورام بيكمل لاصحابه بيقول لهم بعدها سابتني ومش شفتها تاني وده بسبب غضبي. صاحبه بيقول له انا عارف ديبيكا دي وكانت بتدرس في علم الادويه. رام بيقول له انت عارف هي عايشه فين؟ ولكن الواد بيفقد الوعي من غير سبب يا صاحبي. بعد كده بنشوف رام من جديد بيتجه لمساعد وزير الماليه، ولكن الغريبه انه ما بيعملش اي حاجه وبيقف قدامهم علشان يشوف شغلهم تمام ولا لا. وتاني يوم بيقدر يقبض على شويه من رجاله وزير الماليه. الوقت ده الشخص بيقول لمساعد الوزير رام اعتقل 500 شخص من 12 قريه يا ريس. بعد كده بنشوف وزير الماليه حموبي واللي بيقول للظابط ده انت واقف ليه؟ روح طلع الرجاله. لكن المحامي بيقول له مش ينفع نعمل كده، حتى كمان لو ادوهم كفاله علشان يخرجوا الموضوع هياخد سنه على الاقل، لازم تروح للمحكمه العليا علشان تقنعهم انهم ياخدوا حكم مخفف. ولكن موبي بيطلب من دراعه اليمين ان يجيب رجاله تانية من اماكن مختلفه. في الوقت ده بنشوف رامو اللي بيكون في عربيته بيكلم صحابه بيقول لهم الواد اتكلم عن مكان ديبيكا ولا ايه؟ الواد بيقول له على المكان وبيقول له هي كمان موجوده دلوقتي في دار المسنين. فورا بيتحرك على المكان وبيقول لساتيام روح قول لها اني مستنيها بره. ساتيام بيروح فورا وبيتجه وبيقول مين هنا ديبيكا؟ ديبيكا بتقول له عايز ايه؟ يقول لها الباشا رام مستني حضرتك بره. البت بتتصدم وبيكون ماليها الفرح بتقول له خليه يخش روح لرام من جديد، ولكن رام بيقول له خليها هي تطلع لي. انما هي بتقول لساتيام هو اللي جاي يدور عليا مش انا اللي جاي عليه. انما رام بيكون هيمشي خلاص ولكن ديبيكا بتطلع والاتنين بيكونوا في قمه السعاده. بتقول له انت مش عايز تدخل لي علشان انت بقيت راجل مهم يعني؟ خلاص يا عم كبرت وبقيت بتتكبر علينا، يلا بقى تعالى معايا. ولكن هو بيقول لها مش ينفع ولازم نتكلم هنا. البت بتزعل وبتمشي وبيحضر في المكان الراجل ده حسن درام. بيقول له رام انت عايز ايه من هنا؟ وبيقول له انت محافظ منطقه معينه وما ينفعش تخش مناطق تانية، كان لازم تاخد اذن من السكرتير العام. ساعتها ديبيكا بتسمع الكلام ده ورايها بيتغير. ساندرا بيقول له من النهارده هخليك تسيب شغلك، لكن رام بيقول له انا ما عدتش الحدود. ساعتها ساندرا بيكون خلاص هيكتب رساله عشان رام يسيب شغله، انما حركه خفيفه من رام يخلي ساندرا كمان يعدي الحدود. وبكده لو رام فقد شغله فساندرا كمان هيفقد شغله. المهم الامور بتمشي وديبيكا بتجري على رام والحب بيجنن يا جدعان.
في الوقت ده بنشوف موبي من جديد، المساعد بتاعه بيقول له رام ما حبسش رجالتنا وبس، ده كمان هدم مركز التسوق وكمان هدم مستودع رز. بعد كده بنشوف رام ساعتها تليفونه بيرن، ساتيام بيرد وده بيكون واحد من طرف وزير الماليه وبيقول لي ساتيام قول لي رام الوزير عايز يقابلك، ولكن رام بيرفض، انما موبي بيقرر يروح له بنفسه وفعلا بيروح له وبيقول له لما الوزير يتصل عليك انت لازم ترد، انت ما تعرفش القواعد ولا ايه؟ انما رام بيكون بارد في كلامه بيقول له 5 متهمين من رجالتك وقبضت عليهم وما رضيتش اخد اجراء ضدك مع ان انت السبب ورا كل ده اصلا. ساعتها موبي بيقول له انا عايز اتكلم معاك، انما رام بيقول له انا مشغول واستناني بره شويه. موبي بيطلع بره وبيكون الغضب ماليه يا زميل وبيفضل مستنيه الحزين. الكل بيخلص وقته مع رام وساعتها ساتيام بيقول له موبي جه دورك يا غلبان، يخش له بيقول له انت حبست رجالتي بس عادي وده حقك كشغلك، بس انا حقي كوزير اني الغي كل ده. لكن رام بيقول له اكتب لي الكلام ده في الورقه دي. موبي بيتضايق علشان مش جايب نتيجه مع رام وبيقول له انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ انا وزير الماليه وابويا رئيس الوزراء وفي الفتره الجايه هكون رئيس الوزراء الجديد وانت بالنسبه لي ولا حاجه. بيقول له ايوه بالنسبه لك ولا حاجه، بس بأمارة انك واقف قدامه وبتكلمنا على حاجه مش قانونيه انت بتعملها. وبيقول له انت عارف السياسه بس انا عارف الدستور ومش هتقدر تعمل اي حاجه. بخلي الغضب ماليه كده وبيسيبه وبيمشي. بعد كده بنشوف موبي في عربيته وبيقول للمساعد بتاعه اقتله قبل ما يوصل للبيت، انما الراجل بتاعه بيقول له لو عملنا كده هنتكشف يا ريس لان كل الناس عارفه اننا عملنا مقابله معاه، لازم تكون رئيس الوزراء القادم علشان كلمتك تمشي عليه. بعد كده بنشوف الوحش الفنان اللي بقى كل يوم بيقابل حب حياته واللي بقى كمان بيجيب اذن من السكرتير العام، بيروح معاها وبتوريه المكان بالكامل، بيخش الاوضه دي وبتكون موجود فيها الست دي. ساعتها ديبيكا بتقول له عاشت ومرت بظلم كبير وده السبب الاساسي اللي تسبب في حالتها دي، ونفسها دلوقتي تقابل رئيس الوزراء علشان تحكي له على كل حاجه من الظلم اللي عاشته، وكل الورق اللي انت شايفه ده هي اللي كتبته وكتبت كل ظلم واهانه تعرضت ليها. رام بيقول لديبيكا رئيس الوزراء عنده حدث بكره وانا المسؤول عن الحدث ده. ساعتها الست بتقول له خدني معاك، وهنا بقى رام بيتصدم لما بيسمع صوتها. تاني يوم بننتهي للحدث والكل بيكون فرحان بالوزير وبنشوف في المكان دي الست اللي اتكلمت مع رام كمان. الوزير بيكون هيقول كلامه المهم انما بقى الست بتسبقه وبتقول له بعت لك كتير من الرسائل اللي فيها مشاكل كتيره، هل انت حليت مشكله منهم؟ ساعتها موبي بيتعصب وبيأمر الرجاله انه ياخدوا الوليه ويطردوها، لكن رئيس الوزراء بيوقفهم وبالعكس بيستدعي الوليه على المسرح علشان يتكلم معاها واللي بيطلعها رام وديبيكا. رئيس الوزراء بيفضل يبص عليها وبيفتكر الشخصيه وابنها اللي كانت من غير ملامح اللي شفناها في اول الفيلم. ساعتها بتقول لرئيس الوزراء انت بتدي مناصب لناس اصلا قتله وحراميه عملوا اخطاء كبيره واذوا ناس ما لهمش سبب لدرجه انهم كانوا بيخلطوا اللبن بتاع الاطفال بمواد مسرطنه. الواد موبي مش بيسكت وعايز يوقفهم باي طريقه وبيفضل يقول لابوه انت ليه بتسمع للوليه المجنونه دي، وكمان بيتعصب على رام وبيزقه بعيد، ولكن رام بيقدر يسيطر على غضبه. ده غير كمان انه بيزق ديبيكا والست العجوز وبيكون هيقعوا من المسرح، ولكن رام بينقذهم على اخر لحظه ورام مش بيسكت وبيضرب موبي الشيطان. ساعتها موبي بيقول لرام انا وزير ازاي اتجرأت انك تضربني، وبيقول للشرطه يقبضوا عليه، لكن رئيس الوزراء بيقول لموبي ده غلطك واعتذر. غصب عنه بيعتذر وبيمشي من المكان مذلول، ورئيس الوزراء كمان بيعتذر من الست دي انما هي بتقول له انت مش تستاهل ان حد يسامحك. وساعتها رئيس الوزراء بيمشي وبيفتكر ايام الظلم اللي عملها في الشعب وبيغمى عليه كمان يا زميل. فورا بينقلوه على المستشفى وساعتها موبي بيقول له مساعد رئيس الوزراء الواد اعتدى عليا قدام الشعب وانت يا ابويا كسرتني وخليتني اعتذر ليه قدام الشعب كمان. ساعتها رئيس الوزراء بيأمر ان رام يتوقف عن شغله وكمان بيأمر ان ابنه يترفض كوزير. بعدها الخبر بيوصل لرام وساعتها رام بيكون متعصب جدا وبعدها بيطلع هنا وبيكون باين عليه الزعل. ديبيكا بتروح وبتقول له ما تزعلش نفسك يا عم بالعكس هم الخسرانين علشان خسروا شخص جدع وبيرجع حقوق الناس زيك. بيقول لها انا مش زعلان الا علشان حاجه واحده بس وهو ان انا كنت موقفهم من شغلهم الشمال ولكن بعد اللي حصل ده هيرجعوا للشمال من تاني. انما ديبيكا بتحاول تهديه ومعاها على الحلوه والمره. بننتقل للمستشفى من جديد وساعتها رئيس الوزراء بيقول لابنه انا مش شلتك من الوزير بس انا شلتك كمان من الحزب نهائي وانت دلوقتي مش تابع لاي جهه، وبيقول له الايد اللي بتلوث الناس مش ينفع تحيي العلم. ساعتها موبي بيفضل يتحايل عليه لحد ما ابن الهرمه بيخلص عليه وبيكون موته يا زميل. بياخد الورقه ان رئيس الوزراء مضى عليها علشان موبي يسيب منصبه كوزير وابن الهرمه بياكلها كمان. الدكاتره بتحضر في المكان والاثنين الاخوات عمالين يتخانقوا على المنصب وابن الهرمه موبي بيقدر انه ياخد المنصب واول حاجه بيعملها بيؤمر بان رام يتقتل. في الوقت ده بنشوف رام واللي متجه لديبيكا علشان النهارده يوم مش عادي والنهارده فرحهم يا زميل، وهو ماشي بيشوف دربكه حرفيا ومهزله في المكان وكمان الشرطه بتيجي وبيقبضوا على رام. رام بيقول لهم هتقبضوا عليا بسبب ايه؟ بيقولوا له بسبب اعتدائك على الوزير. الخبر بيوصل لديبيكا وديبيكا بتكون زعلانه يا زميل.
وبتتصدم كمان. ورام في طريقه للسجن بنشوف المكان وكل حاجه حواليه بتتدمر، وعلى الناحيه الثانيه ابن الهرمه موبي بيقدم مراسم حرق ابوه، اما العربيه اللي فيها رام بتقف بسبب المجزره اللي حصلت. الضباط بيكلبشوا في العربيه وبيروحوا علشان يوقفوا المهزله دي، وهنا بقى بتظهر رجاله موبي وعايزين يخلصوا على رام، بيجروا عليه مع انه متكلبش ولكن بيتعامل معاهم. الاولاني بيطير والتاني بيحصله، ومره واحده ضربه قويه بتيجي على دماغه وبيفضلوا يضربوا في رام، ولكن وحشين عنتيل وبرجله بيطير وبايده بيعلم الجاهلين. واحد منهم بيعوره لكن بيتعامل معاه، والعنتيل حركه رايقه منه بيدي بالاتنين ابلع يا حزين، وده كله شغال بايد واحده بس. امال لو الاتنين هيعمل ايه يا زميل؟ مساعد الوزير بيسيطر عليه وبيفضل يطحن فيه، لكن رام بيسيطر عليه وبيناوله كمان ابلع يا عيان. العربيه بتكون هتنفجر ورام مش عارف يعمل ايه، وفي الوقت ده بنشوف مساعد رئيس الوزراء اللي مات، والمساعد بتاعه بيقول في بيان الزعيم راح وكلنا في حزن شديد، انما كان امله الوحيد انه يعرض لنا الفيديو ده اللي موجود على الفلاشه. وعلى الناحيه الثانيه رام بيموت يا رجاله، والجهه الثانيه المساعد بيوري الفيديو لكل الشعب ورام عمال يتطحن فيه. وساعتها بنشوف الفيديو بتاع رئيس الوزراء قبل ما يموت، وقراره هو ان يدي منصبه لرام كرئيس وزراء جديد. ساعتها الشعب كله بيتصدم وبيهتف باسم رام. الضابط ده بيساعد رام وبيديله التحيه كمان وبيقول له انا اسف يا قائد. طبعا رام مش فاهم اي حاجه وكل الشرطه بيعتذروا له. طبعا موبي هيموت يا زميل، والشعب كله بيهتف باسم رام وحبيبته فرحانه بيه، والكل بيدي التحيه لرئيس الوزراء الجديد رام. ورام بقى حته تقيله في البلد يا رجاله، بيركب الطياره دي هو بيحضر من جديد بطيارته في المكان ده علشان يحضر عزا رئيس الوزراء القديم، وهو كمان اللي بيولع فيه. وطبعا موبي هيموت من الغضب يا زميل، خليه يبلع الحزين. بعدها بنرجع لشويه من الوقت مع مين؟ لا ده مش رام يا زميل، ده كوندرا، واللي بيكون مع اهالي قريته وبيقول ما كانش ينفع نسيب حقنا من الناس اللي بتنهب ارضنا، هو بيستخدموها في التعدين. بعدها بنشوفه راح للراجل ده، والراجل ده بيكون هو مدير ورئيس التعدين في المنطقه. ساعتها المدير ده بيجيب له طبق فيه رمان وبيكب الرمان وبيقول له كل، وده كله علشان يوصل رساله لكوندرا، وبيقول له شفت من غير حديد مش هتقدر تاكل. انما كوندرا بيقول له عادي ممكن ناكل ومش هتقف على حاجه. المدير بيقول له بس انت هتخلي 2000 عيله مش عارفين يعملوا حاجه بسببك، ولكن كوندرا بيقول له احنا هنصنع بنفسنا يا حزين. وساعتها الكل بيكون فرحان بيه لان الطلب بتاعهم استجابوا بيه، وبكده التعدين مش هيكون موجود في منطقتهم. بعدها بيجي شويه رجاله على بيته وبيطلبوا منه انهم يعملوا حزب جديد. في الاول كده كوندرا ما بيكونش راضي، لكن الرجاله بيقولوا له انت هتكون الرئيس وكل حاجه مش هتكون بفلوس، وفعلا ده بيحصل وبيقدروا يوفروا كل حاجه لمنطقتهم بالكامل. وفي يوم من الايام كان بيعرف كل اللي حواليه انه مش هيعرف يتكلم مع حد بسبب لسانه التقيل، فبيقرر يجيب حد يتكلم مكانه، وفعلا بيجيبوا واحد اسمه ساتيا. وتاني يوم بيكون عامل اجتماع لاهل القريه، وساعتها ساتيا هو اللي بيلقي الخطاب مكانه. وطبعا كل اهالي القريه فرحانين بيه، وكل يوم اعمالهم بتنتشر وبيوفروا حياه حلوه للمواطنين في القريه. وفي يوم من الايام وفي وسط اجتماع كوندرا بيفاجئ الجميع بان رئيس الوزراء القادم هيكون هو ساتيا. الكل بيتصدم من قراره. تاني يوم بنشوف رجاله كوندرا بيقولوا له الانتخابات قربت يا ريس، واحنا هنضطر ان احنا ناخد فلوس من المواطنين علشان ينتخبوا. كوندرا بيتصدم لانه اصلا عامل الحزب ده علشان ما يكونش فيه فلوس في البلد ويوفروا كل حاجه للمواطنين، ولكن صاحبه بيقول له في شركه مرشحه انها تتكلف بكل ده. كوندرا بيقول لهم شركه مين؟ بيدوا له الكارت ده، ولما بيشوفه بيتعصب وبيغضب لان الشخص ده هو نفسه اللي طردوه من بلدهم اللي كان مدير شركه التعدين. وبيقول لهم الراجل ده تقيل لان ليه 22 شركه في الهند كلها، انما هم بيقولوا له هم مش عايزين مننا فلوس، بالعكس ده هم اللي هيساعدونا بالفلوس. لكن كوندرا ما بيرضاش وبيقول لهم مش ينفع نبيع نفسنا علشان الفلوس. انما ساتيا مش بيمشي كلامه وبيروح يتعاقد مع الشركه بمنصبه كرئيس وزراء، وبكده خان عهد كوندرا. بعدها بنشوف كوندرا واللي بيكون في المكان ده بيجي له مكالمه من رجالته، ورجالته بيعرفوه ان ساتيا خان العهد ومضى مع الشركه. وبعدها بنشوفه راكب عربيته هو ومراته، وفجاه في حد بيطارده هو ومراته، ولكن مراته وابنه بيهربوا، واللي بيطاردوه دول بيكونوا رجاله ساتيا. كوندرا بيكون رايق يا جدعان ومحدش قادر عليه. في واحد من الرجاله بيعوره، لكن كوندرا بيتعامل وفورا بيجري من المكان. بيلاقي ساتيا وصاحبه بيقول لهم في ناس بيجروا ورايا وعايزين يموتوني، ولكن ساتيا ابن الهرمه بيخلص عليه، ومراته وابنه بيكونوا شايفين كل حاجه من بعيد. ده غير كمان ان ساتيا بيخلص على صاحبه علشان مش يشهر عليه، وبيروح فيها كوندرا يا جدعان. وطبعا مساعد رئيس الوزراء اللي مات كان بيحكي الحكايه من اولها لرام، وبكده ساتيا رجع حق رام وادى السلطه لرام مكان ابوه. وبكده الوليه اللي كانت في الملجأ فهي ام رام، والعيله اللي شفناها في اول الفيلم فهم كانوا متبنيينه. فورا رام بينتقل للملجأ علشان يشوف امه. الحزن جيت في المكان وانا هعيط كمان. فبالراحه شويه يا جدعان. الوليه بتقوم وبتقول له لازم ترجع حق ابوك. تاني يوم بيكون الاعلان رسمي على ان رام هيكون رئيس الوزراء الجديد، بيكون طالع علشان يقول كلمتين، انما الحازن موبي بيقول لهم استنوا شويه، مش ينفع رام يكون رئيس الوزراء القادم الا بعد ما الشكوى
اللي قدمتها ضده تنتهي، وهو لو عايز نسحب الشكوى دي يدينا انا المنصب. انما الغريبه ان رام بيقول لكل الناس انا مش ليا في السياسه، الامر ده انا اتفاجأت بيه وعلشان كده قررت انقل السلطه لموبي. وابن الهرمه بيكون عمل اللي في دماغه. رام بيروح له علشان يمضيله على سحب الشكوى، انما الواد بيقطع الورقه وبيقول له مش همضي ولا هسحب الشكوى ويلا يمشي من قدامي. رام بيتعصب وبيمشي وهو زعلان. تاني يوم بنشوف الموظف ده ورسائل كتير عماله تجيله بان رام ياخد مكان موبي، وده طلب الشعب يا زميل. وبعدها بنشوف موبي واللي بيروح لمكتبه وكل الناس بيحبوه وكمان الهدايا مش بتخلص. المساعد بتاعه بيقول له عايزين اول توقيع منك يا ريس، يا ريت يكون هنا. انما موبي ما بيرضاش وبيقول لهم توقيع الاول هيكون على نهايه رام. وعلى الناحيه الثانيه رام بيرجع لشغله فرحان، اما موبي بيكون هيمضي علشان رام يسيب مكانته كمان. ولكن فجاه بيجي له جواب، والجواب ده فيه رساله يا جدعان ان الانتخابات هتبدا بعد شهرين. بيتصدم وبيقول له انا قعدت على كرسي الوزير خلاص. بيقول له ده قرار رئيس الانتخابات الجديد. موبي بيقول له مين رئيس الانتخابات الجديد ده؟ المساعد بتاعه بيكون هيقول له انما بيحضر في المكان الوحش الفنان وهو هرام اللي كله جنان. بيخش له وجايب له هديه كمان وهين عليه يقول له ابلع يا عيان. بيقعد معاه وبيقول له قول لرجالتك يمشوا على القواعد مظبوط، ومن بدايه الانتخابات ما ينفعش تاخد اجراء سياسي، ولو عملت كده كل قواتك هيتم القبض عليها. ما ينفعش توقع على اي حاجه الا بعد نهايه الانتخابات، وفي حاله لو كسبت مبروك عليك الكرسي يا مان وسلام على كل اللي خان. بيكون ماشي انما الغلبان موبي بيقول له استنى، ما تفكرش انك بقيت ظابط انتخابات انك تكون فرحان ومحسسني انك رئيس الوزراء. كل شغلك انك تدور على الاخطاء في الانتخابات، انت عارف ان انت ولا حاجه وانا هعرف اكسب الانتخابات دي ازاي. رام بيقول له هتشوف يا فنان سلام على كل اللي خان وبيمشي من المكان. في الوقت ده السبا بيرشح نفسه قدام موبي، ورام بيعمل اجتماع من نار وبيقول للجميع منكم اللي شغال تمام ومنكم اللي شغال في الشمال. بيطير اللي شغالين شمال وبيسيب التمام وبيحضر في المكان النضاف كمان. كلهم بيكونوا فرحانين بكلامه لان على الشر هيقضي يا جدعان. وموبي وسابها عمالين ينافسوا في بعض على المنصب يا زميل، وده يقول هعمل واسوي والتاني بيقول كده كمان. الوقت ده موبي بيقرر يدخل عربيات مليانه فلوس علشان يرشي الشعب وينتخبوه، لكن الجامد بتاعنا بيحضر وبيوقف كل حاجه. وعلى الناحيه الثانيه موبي بيتعصب وبيفضل يضرب في اخوه. في الوقت ده بنشوف مكتب رام واللي بيتفجر يا زميل. رام بيوصل للمكان وبيسأل في كل الموجود حد حصل له حاجه ولا ايه، ولكن الحمد لله بيطمن ومفيش اي حاجه حصلت. موبي بيوصل للمكان كمان وبيقول للجميع هي دي الطريقه اللي هتشتغل بيها لجنه الانتخابات، ازاي الناس هينتخبوا وهم مش خايفين. بيروح يقف جنب رام وبيعصبه شويه وبيقول له حطيت قنابل في 7 اماكن ولو ما حصلش اللي في دماغي فبكده الحاجات دي هتشتغل، كل حاجه هتيجي على دماغك، خليك متعاون معايا احسن. رام بيكون مصدوم وموبي بيضحك على طول. طبعا رام ما بيكونش عارف هيعمل ايه، وبعدها بتبدا الانتخابات وبيكون في تزوير كتير. رجاله رام بيعرفوه لكن رام ما بيكونش عارف يعمل ايه وبيقول لهم ما تعملوش حاجه وسيبوهم براحتهم. في الوقت ده موبي بيقابل رام وبيديله ورد كمان وبيقول له المرحله الاولى خلصت وشكرا لك يا معلم، وبيقول له اديك الصدمه انا ما حطيتش قنابل في اي مكان، وبيفضل يضحك عليه. ساعتها رام بيفضل يضحك هو كمان وبيكون عامل حاجه جنان. لما كانت رجاله موبي بيغسلوا صوابعهم علشان ينتخبوا تاني، اللي ما يعرفوش ان الماده اللي كانوا بيغسلوا بيها انا غيرتها وحطيت مكانها ماده تانيه علشان صوابعهم تورم. كل الناس بيتحايلوا عليه علشان صوابعهم تخف تاني، ولكن باعترافاتهم بيقبض عليهم. ورام بيدي الصدمه لموبي وبيقول له بسبب الاعترافات دي المرحله دي هتتعاد تاني، وبيمشي من المكان مرفوع الراس يا جدعان. في الوقت ده موبي بيقول للمسؤولين هعيد الانتخابات ليه؟ هو بيعمل كل حاجه علشان الحزب ده خاص بابوه، هو عايز يستولي عليه. المسؤولين بيقولوا لرام ايه ردك على الكلام ده؟ يقول لهم شوفوا معلوماتي هم دول عيلتي، وايه الدليل اللي بيقول ابويا كوندا؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده واحنا ماشيين على القانون. لكن المسؤولين عايزين دليل من رام. يحضر امه في المكان وهي بتعترف ان هو ابنها، لكن رام بيقول للمسؤولين الولايه دي تعبانه ومش في وعيها، اللي مسؤول عن حالتها فهي مراتي وممكن نجيبها وبالاوراق هتصدقوا كلامي. الولايه بتتصدم من كلام ابنها والمسؤولين بيقرروا يعملوا تحليل DNA. رام بيرجع للبيت زعلان وبيدور على امه الغلبان، ولكن امه تعيش انت يا زميل، خلصت على نفسها ورمت نفسها في حمض نووي يا زميل. رام لما بيعرف بيزعل وبيعيش اسوأ ايام حياته. ورام بيخسر القضيه يا زميل. المرحله الثانيه من الانتخابات بتخلص واللي متفوق فيها فهو سابها. موبي بيتعصب ورام بيقول للجميع مش هيسكت وهيحاول يسبب مشاكل. موبي بيبعت رجاله لرام ولكن رام بيكون محضر حاجه روقان في المكان وبيفضل يشيل في الناس وبيرميهم كمان، بيشيل كل الناس وبيحملهم هنا وبيكون عايز يبعتهم لموبي. لكن موبي بيحضر في المكان وبيركب اللودر ده وبيدمر في كل حاجه قدامه وبيكون خلاص هيوصل اللي هو عاوزه وهيدمر اصوات الناس، ولكن بيقف قصاده وحشنا العنتيل اللي مش بيفرق معاه لا موبي ولا تخين. موبي بينزل وبيكون هيدمر كل حاجه لكن رام بيتعامل معاه. الواد موبي بيكون شويتين وبيكون مسيطر سيطره تامه عليه. وهنا رام بيفتكر امه لما ضحت بنفسها علشانه، فبيرجع وبكل جمدانه وبيطير في موبي وبيكسر في عظمه وعلى دماغه بيديله وبيمسك المطرقه دي وبيكون هيخلص عليه، انما بيفتكر وعد مراته. وبعدها موبي بيتقبض عليه وساعتها بقى سابها بيكسب الانتخابات. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه فيلمنا يا زميل. ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.